باب واسع، باب الرؤى باب واسع، ألف فيه قديما وحديثا، هكذا ألف أخونا الشيخ عمار الحوباني فيه كتابا طيبا، وأخونا هائل المحويتي ألف فيه كتابا طيبا، وهناك كتب قديمة وحديثة يستفاد من كل ما صنف وألف في هذا الباب الذي يريد التوسع. ولا أشغل نفسك بالبحث أن تكون مؤولا، تعلم تفسير القرآن، ابحث كيف تفسر القرآن، كيف تفهم القرآن، كيف تفسر السنة، كيف تعلم السنة. وهذا إن يسر الله لك، وإلا على الطريق، وإلا ما أنت ملزم. كم من رأى ترفع إلي عندك تفسير ما نفسر، بل مرة من المرات ما أدري من نشر رقمي على أني مفسر أحلام، وما هذا الحين كم الرسائل تأتي، وما بعضهم يعتب يقول أما مكتوب مفسر أحلام، ما دراني من كتبني مفسر أحلام. بعض يرسل برؤية مثلا ظاهرة أقول له خير إن شاء الله، أو رؤية مثلا بينة نقول رزق إن شاء الله، أو ولد إن شاء الله، أو مثل هذا، أو فرج بعد شدة إن شاء الله، من هذا. وإذا يكتب لي مفسر أحلام، ما نفسر أحلامنا. فالشاهد إن يسر الله بشيء، وإلا الإنسان ما ينشغل، يعني ربما ما يتقن جزء عامة حفظا أو حتى تفسيرا، ثم يذهب يقرأ لك تفسير الأحلام، هكذا اسمها أحلام، قدها أحلام. والرؤيا إن شاء الله تقع، فسرت أو لم تفسر، أحيانا يفسرها الإنسان في قلبه إن شاء الله تقع، إلا أنها إذا أولت يبقى الاستبشار في قلب المسلم، الرؤيا على جناح طائر، فإذا أولت وقعت، وإلا فالشان يعني على ذلك. الشاهد يا أخوة أن الإنسان يكون معتدل، إن كان لديه وقت يقرأ في مثل هذه الكتب التي ألفت، لا سيما ألفها من أخواننا أهل السنة، ويعرف الرموز ويستفيد إضافة الرمز إلى الرمز، ستجد في الأخير إن شاء الله يقطع شوطا. لأن الذي يراه الناس إما حيوانات، وإما معادن، وإما أحداث، وإما نجوم وسماوات من هذه الأشياء، وبحار وأنهار، إما أن يراها على الاعتدال، وإما أن يراها على التغير، وإما أن يرى ملبوسات، أو يرى مطعومات، أو يرى مركوبات ومنكوحات ونحو ذلك. فكل هذه الأشياء كل يعبر بحسبه، كل يعبر بحسبه، والله المستعان.